السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم وصفات لذاذين في نفس الوقت سهلين بزاف. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم قنيطات وبسطيلات صغار بحشوات متنوعة اللي كتناسب جميع الأذواق. ما تنساوش تشجعوني بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. دابا خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحضر معكم قنيطات بالجبن وجداد. في واحد المقله غادي نعملو شويه ديال زيت الزيتون، غادي نضيفو واحد بصله اللي قطعتها الى قطع صغيره، غادي نعمل شويه د الملح وغادي نخليها حتى تقلى بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف واحد الصدر ديال الدجاج اللي قطعته قطع صغيره بهذا الشكل هذا. غادي نضيف شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. هنايا ضفت بودره ديال الثومه. الا ما كانتش عندكم توفه تقدروا تستعملوا جوج ديال الفص ديال الثوم. صافي كنخلطوا كلشي وكنشحروا الجدر كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كنفتتوهم بهذا الشكل هذا. انا عملته في الهاشوار، طحنته غير شويه وكنرجعوا في نفس المقله. كنعملوا شويه الزيت، كنعملوا ديك الجدر اللي طحناهم غير شويه، كنعملوا السحتر او الزعتر كميه على حسب الذوق، كنعمل الهريسه وكنضيف الزنجبيل او السكنجبير. كنخلط كلشي وكنضيف كيري. انا استعملت كيري، تقدروا تعوضوه باي جبن بغيتو. من بعد ما كنضيف كيري كنخلطوا جميع المكونات، وهنايا كنضيف الكريمه السائله والقليل من صوص ديال الصوجه. واخر حاجه كنضيف الجبن. بالنسبه للجبن انا استعملت الجبن الاحمر وجبن موتزاريلا. صافي كنخلط جميع المكونات وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحشوه اللي حضرتها معكم. كتجي معلقه والمذاق كيجي غزال. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر في التعليقات. صافي من بعد ما كتوجد لي الحشوه ديالي، دابا غادي نعمرو قنيطات. بالنسبه للشكل ديال القنيطات اللي غادي نعدل معكم، انا قطعته على شكل مثلث. كاين اللي كيقطعوهم على شكل مربع، كل واحد على حسب الاختيار ديالو. صافي كنزل الورق ديالي. بالنسبه للورقه، الجهه المالسه هي اللي كتكون لتحت والجهه الحاشه هي اللي كتكون الفوقي. صافي كنزل واحد الكميه ديال الحشوه، كنجمع كيف ما كتشوفوا معايا، عاد كنجمع الجوانب. صافي كنجمع الجوانب بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنلوي القنيطه ديالي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. واخر حاجه كنكون وجدنا الدقيق الابيض مع الماء اللي كنلصقوا به الورقه ديالي. تقدروا تعوضوها بابيض البيض، كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. صافي كنعملوا شويه ديال الدقيق الابيض مع الماء وكنلصق الورقه ديالي بهذا الشكل هذا، وكيكون هذا هو الشكل ديالها. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحشوه اللي عندي كامله. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال القنيطات بالجبن والاجبان اللي حطيت معكم. كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نعملو في المجمد حتى نحتاجو عاد نجبد واحد الكميه اللي غادي نحتاجو نطيبها في الفران. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، كنجيب واحد الطاوه كنعمل فيها بلاستيك كنفرشها وكنعمل قنيطات وكنغطيها ببلاستيكه وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر الطاوه ديالي كامله. وصافي كنغطيها ببلاستيكه وكنغطيها بالغطايه ديالها وكنعملها في المجمد. ملي كنحتاجها كنجبد واحد الكميه وكنرجعها. دابا غادي نحضر معكم بسطيلات صغارين بالحوت اللي كيجيو لذاذين بزاف. في واحد المقله غادي نعمل ملعقتين ديال الزبده. غادي نضيف نصف كيلو ديال كروفيت مع القليل من الملح. كنخلط وكنخليها حتى طيب. من بعد ما كتقلى مزيان، صافي دابا غادي نحيدها من المقله. وفي نفس المقله غادي نضيف نصف كيلو ديال الكالامار. بالنسبه الا ما كانش عندكم الكالامار ماشي مشكل، تقدروا تعملوا غير الجامبه. غادي نعمل شويه ديال الملح، غادي نخلط مزيان
وكنخليها حتى هي تقلى بحال الكروفيت. من بعد ما كتقلى كنحيدها من فوق المقله. في نفس المقله كنعملو شويه ديال الزيت، واحد بصله مقطعه الى قطع صغيره، شويه ديال الملح، كنخلط وكنخليها تشحر حتى تقلى بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف حبتين حتى 3 د الحبات ديال الجزر اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه بهذا الشكل هذا. غادي نخليوها حتى تقلى غير شويه، وغادي نضيفو 200 غرام ديال الشامبينيون. تقدروا تقطعوا طيفات صغارين، انا بغيت نخليها بهذا الشكل هذا. غادي نضيف الابزار او الفلفل الاسود، ملعقه صغيره ديال السكنجبير او الزنجبيل، وشويه ديال الهريسه. غادي نضيف 2 ديال الفصوص ديال الثوم، تقريبا ملعقه كبيره ديال البقدونس، وغادي نضيف شويه ديال الملح وملعقه صغيره ديال الزبده. غادي نخلط جميع المكونات، غادي نخليه حتى يتقلى وتجانس المكونات مع بعضياتها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. عاد نضيفوا باقي المكونات. دابا غادي نضيف الكروفيت اللي طيبناه في الاول، كنضيفوه بالماء ديالو بكلشي. غادي نضيف الكالامار حتى هو. من بعد غادي نضيف الشعيه الصينيه اللي عملت لها الماء طايب وقطعتها بهذا الشكل هذا بالمقص باش تبقى لي طيفه تستوي توين. غادي نضيف شويه ديال الزيت النباتيه وغادي نخلط، وغادي نضيفها على الحشوه ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نضيف تقريبا ملعقتين كبيرتين ديال صوص ديال الصوجه، وملعقه كبيره ديال البقدونس، وملعقتين كبيرتين ديال العصير الحامض. غادي نخلط جميع المكونات حتى كتجانس مع بعضياتها بهذا الشكل هذا. وهنا كتكون الحشوه ديالي واجده، كتجي غزاله ولذيذه، واحد المذاق رائع. دابا نمشيو نعمو البسطيلات ديالي. هنايا عندي قطعت واحد المثلث كبارين بهذا الشكل هذا، وغادي نقطع واحد المثلث صغير. بالنسبه للبسطيلات الصغيرين انا بغيتهم ستيتوين، غادي نستعمل الغطايه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. تقدروا تستعملوا شي اطار ستيتو هيدا اللي كان عندكم في الدار وصافي. دابا نخليكم مع الفيديو تشوفوا طريقه التحضير ديال البسطيل اللي غادي نشارك معكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلات الصغار اللي حضرتهم معكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ حتى هما نفس الشيء اللي عملت القنيطات. وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.